بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام ناشر الهدى وواسع المدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورحم الله الفقيدة رحمة واسعة، وأكرم نزلها، وأسبغ عليها من فضله وكرمه ومنته الخير الكثير. وبعد، أيها الجمع الكريم، كنا نستمع منذ قليل إلى قول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه آيات تقرر حقيقة نبي الله عيسى، وتنزه ساحته، وتطهر معتقده. عيسى الذي جعله الله آية للناس ورحمة من الله، وأمر الله الذي قضى. لكن كيف تحولت الرحمة في ميلاد عيسى إلى شقوة وضلال؟ وكيف غدا الأمر المقضي ريبة وافتراء؟ لماذا عبد النصارى المسيح؟ لماذا اتخذوه إلها من دون الله أو مع الله؟ ولماذا أساء فيه الأدب اليهود وألقوا بالفرى والعظائم في أمه الظاهرة العفيفة؟ أمن أجل أنه ولد من أم بدون أب؟ الأمر أسهل من خلق الإنسان من تراب. الأمر أيسر من وجود الإنسان من عدم. استمع إلى هذه المحاكمة العادلة. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وتتواتر الآيات إلى قول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
قال سبحانه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت. طب ليه النصارى غالوا في عيسى وعبدوه من دون الله او مع الله؟ لأجل من انه خلق من غير امر، فلماذا لم يعبدوا ادم؟ بل ان الامر في عيسى اسهل من ادم، فعيسى على اي حال حملت ووضعته الله، حملت به ووضعته الله. لكن ادم خلق من تراب، بل ان البشرية جميعا خلقت من عدم. عيسى قبل ان يخلقه الله مهد بقصة لزكريا حينما دخل المحراب فوجد مريم تأكل فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فتعجب حين اخبرته بانه من امر الله ومن شأن الله، هو من عند الله. عندئذ توجه الى الله وقال رب هب لي من لدنك وليا. الله يفعل ما يشاء هكذا. لا دخل الانسان في فعل شيء. لقد اختار الله زكريا ووهب له يحيى دون ان يستأذن اباه او ان يستشير امه. تلك قدرة الله على خلقه، ولقد شاءت إرادة الله أن يخلق البشرية على 4 نماذج. النموذج الأول بدون أب ولا ونموذج من ومن غير ونموذج بأب ومن غير ونموذج بأم وأب. الأم والأب أنا وانت، والأب ومن غير حواء، وأم ومن غير عيسى عليه السلام. وبكده النماذج 4. وعيسى منذ الوهلة الأولى أبرأ ساحته وأخلص ذمته، وقال عند مولده إني عبد الله لست إلها ولا ابن إله ولا مقلوما من الأقاليم، إنما أنا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هكذا. ولولا أن عيسى أقر لله بالوحدانية لكان من المعذبين في جهنم. اقرأ معي إن شئت قول الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب
كفار وبيقول لهم انتم واللي عبدتوهم من دوني سوف تكونون حطبا لجهنم. فلولا ان عيسى اقر اقرارا جاذبا منذ البداية ومنذ الوهلة الاولى انه لا اله الا الله ولا معبود بحق سواه، حين قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا لكان من المعذبين. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله، لكن الناس كثيرا ما يتقولون وكثيرا ما يتهمون الشرفاء ويتهمون الأنبياء، لم ينج منهم أحد، لا نبي ولا ولي ولا رسول يا أخي ولا حتى الله. اسمع والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قالوا ومن قيل، فقد قالوا في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قالوا إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. إذا كان هذا قولهم في الله خالقهم فما بالنا إذا قيل فينا بعض ما قيل. أسأل الله أن يتغمد فقيدتنا برحمته وأن يجعل نزلها الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وشكر الله سعيكم جميعا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.